هنجيب اي طعم جيلي بنحبه، هنحطه في بوله، وهنبتدي ان احنا نضيف عليه معلقه كبيره من الجيلاتين الحيواني، هتلاقوه عند اي عطار او مستلزمات الحلويات. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنضيف لهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. لو ما عندكمش عسل جلوكوز ممكن تستخدموا بداله عسل النحل، وده اللي بيدي المطه والنفس بتاع بره بالظبط. هنبتدي نضيف لهم نص كوبايه من الميه المغليه ونقلبهم مع بعض كويس جدا. لو حسيتوا ان الحاجات مش بتدوب معاكم بسرعه او الميه بردت، سخنوها في الميكروويف او حتى على النار كده تاخد غلوه لحد ما كل المكونات تدوب كويس قوي. وعلى طول هوزعهم في قوالب السيليكون اللي عندي. القوالب دي كان شكلها حلو قوي، عايزين تعرفوا انا جبتهم منين ابعتولي وانا هقول لكم. هنسيبهم في التلاجة على الاقل 4 ساعات او الاحسن لحد تاني يوم عشان يبقوا متماسكين اكتر. وكده بقى جاهز عندنا بكل سهوله احلى كاندي في البيت، صحي طبعا اكتر من الجاهز، وولادكم هيحبوه جدا. طعمه يا جماعه كان حلو جدا، والمطه بتاعته كانت زي بتاعت بره بالظبط عشان طبعا عسل الجلوكوز اللي احنا استخدمناه. شايفين بقى شكله زي الجاهز بالظبط ازاي؟ وكمان المطه بتاعته كانت خطيره، يعني ما كانش طري قوي، لا كان برضو ماسك نفسه كده وفي مطه حلوه قوي. والصغيرين بقى حبيت ان انا اغطيهم كده بالسكر، جبت بوله حطيت فيها سكر وحطيتهم فيه وقعدت اهز البوله كده لحد ما اتغطوا كلهم بالسكر. ولادي كانوا بيتخانقوا عليه من كتر ما هو عاجبهم. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.